هيعيبك. دخلي اول كشف. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، المهندسه نعيمه عبد السلام. اهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك. مع حضرتك الدكتور رمزي رامز، استاذ الطب النفسي والعصبي. ما انا عارفه، امال انا جايه ليه؟ حاجه غريبه قوي. ما شاء الله ما شاء الله. خير حضرتك، بتتلفتي على ايه؟ انا بتلفت الحقيقه اعجابا بمكتب حضرتك. فخمه قوي المكتب ده، يعني كتير قوي على عياده دكتور نفساني يعني. حضرتك العياده اللي هي ابيض في ابيض والشيزلونج الطويل اللي المريض يخش يتمدد عليه. الكلام ده خلاص حضرتك بطل من زمان قوي. دلوقتي الطبيب مش بالاساس بتاعه، لكن الطبيب بشخصيته وثقته في نفسه وطريقه كلامه مع المريض اللي يخلي المريض يثق في الدكتور ويبتدي يحكي له. طبعا طبعا يا دكتور. في حاجه حضرتك دبانه مطلعه عيني من الصبح. حضرتك امسكي معايا بعد اذنك. انا مش شايفه اي دبان يا دكتور. اهي جايه اهي. اسفه، انا كنت بصطاد الدبانه يعني. حضرتك ما تشغليش بالك، انا قاعد لها النهارده. اتفضلي. زي ما بقول لحضرتك، اهم حاجه شخصيه الدكتور. طبعا يا دكتور. ولازم المريض يبقى واثق فيه. اكيد. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. بقول لك ايه يا باشمهندسه، هو احنا ما تقابلناش قبل كده؟ ما افتكرش. اصل شكل حضرتك يعني مش غريب عليا. يخلق من الشبه 40. طيب انت كنت ساكنه في العباسيه زمان؟ لا زمان ولا دلوقتي، انا طول عمري عايشه في الدقي. احسن ناس. متشكره قوي، متشكره. انا اسف، نسيت اسال حضرتك تحبي تشربي ايه؟ لا ولا حاجه، متشكره قوي. انا عامله رجيم. تحت امرك. عيبك. عايز واحد نعناع سخن، وعايز الجنزبيل بتاعي. من غير سكر. سكر زياده، ايوه صح. هات سكر بقى. يلا ماشي. عيب ده ايبك ده بتاع فيلم المماليك؟ لا حضرتك، تاني ده بتاع فيلم وائل اللي هو جهاد سلامه. لا ده حاجه تانيه. حضرتك خلينا في موضوعنا وتقولي لي بتشتكي من ايه بالظبط؟ اللي مضايقك؟ تعبت قوي يا دكتور. تعبت وزهقت وطهقت واتخنقت. فقدت ثقتي في كل الناس اللي حواليا، فقدت ثقتي في نفسي شخصيا، وهو السبب. هو مين؟ الرئيس. الرئيس مين؟ رئيسي في الشغل. انا افتكرت. كويس انها جت لحد كده. وبعدين؟ دايما مستقصدني، على طول بينتقدني في اي حاجه بعملها، بيستنالي على غلطه. ده مش كده وبس، ده بيحاول يوقعني في الغلط عشان يجازيني ويطلعني تافهه وفاشله قدام كل زملائي. طب وهو بيعمل كل ده ليه؟ عشان يشوشر عقلي ويوتر اعصابي، وما يخلينيش اعرف اخلص رساله الدكتوراه، لانه عارف طبعا اني لما هاخد الدكتوراه وضعي المهني والادبي والوظيفي هيترفع لفوق قوي، وده طبعا هيأثر على وضعه، لاني بالتاكيد هترقى واخد مكانه وابقى انا الرئيسه. طب ما دام انت عارفه كده، زعلانه ليه؟ بالعكس، مفروض ان انت تفرحي وتصري اكتر على النجاح. مش معنى ان في ناس كارهين نجاحك ان العيب فيكي، بالعكس. مفيش حد في الدنيا ناجح الا وليه اعداء. انا بشبه وضعك ده بشجره الجوافه. شجره الجوافه ازاي يعني؟ لما تكون في شجر الجوافه طرحه جوافه جميله وبيضه كده، كل اللي بيعدي عليها بيحدفها بالطوب عشان يوقع منها جوافه وياكلها، صح؟ صح. لكن شجره الجوافه دي لو ما كانتش مثمره محدش هيبص لها، محدش هيعبرها، صح؟ صح. عشان كده انا عايزك تفكري في نفسك اكتر. لازم تصمدي اكتر. ما تخليش اي حاجه تشغلك عن بكره. ما تفكريش لاي حاجه في الدنيا غير نجاحك والدكتوراه. الدكتوراه. صح يا دكتور.
هو ده اللي هيحصل وهو ده اللي لازم اعمله. اي حد هيقف في طريق نجاحي هنسفه، هدمره، هقتله، حتى لو كان رئيسي. يلا بالشفا ان شاء الله. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا دكتور. لا ما تشكرنيش، لا شكر على واجب. انا هكتب لك شويه ادويه هتساعدك على الحاله اللي انت فيها لغايه اما تمر بيها. ها مش عايز اي حاجه تشغلك. المره الجايه ما تجيلي لازم يكون في ايديك الدكتوراه. ها ان شاء الله يا دكتور ان شاء الله. حضرتك كنت في مدرسه العباسيه الثانويه بنين؟ انا هدخل مدرسه بنين؟ ده بصفتي ايه يعني؟ لا ما هم قلبوها بعد كده بنين وبنات. انا لغايه وقتي كانت بنين بس للاسف ما لحقتش. على فكره انا كمان بشبه عليك. شفتي؟ يبقى انت اللي كنت ساكنه في ميدان العباسيه عند شريط الترماي صح؟ يا عم قلت لك ما رحتش العباسيه دي خالص. غريبه. اتفضلي. ياه ده انت قديم قوي يا دكتور. الانسيدون ده ما حدش بقى بيستعمله دلوقتي. في ادويه تانية اجدد منه وليها تاثير وفعاليه اكتر. بعدين الدوايين التانيين اللي انت كاتبهم تحت دول ما ينفعش يتاخدوا مع بعض، ليهم اثار جانبيه. في برضو ادويه احدث منهم وملهاش اي سايد افكت. برافو، انت عندك ثقافه طبيه عاليه قوي. يلا هي ارزاق. ايه ده ايه ده ايه ده؟ حضرتك قطعت الورق اللي فيها الادويه ليه؟ لاني ما بحبش الادويه اصلا. سلام. بعد اذن حضرتك معلش استاذه نعيمه. نعمين. لا حضرتك يعني معلش كشف يعني. كشف ايه؟ الكشف حضرتك يعني حضرتك قلتي لايبك بره انت بعد ما تخلصي الجلسه بتاعتك هتدفعي لي انا كشف مباشره. انا مش فاكره قوي اذا كنت قلت ولا ما قلتش، بس جايز يعني. هو كشف سيادتك كام؟ لا مفيش 500 جنيه بس. ايه؟ يا نهار اسود ومنيل بنيله، 500 جنيه؟ ليه؟ هو انت عملت لي عمليه؟ حضرتك مش عمليه ولا حاجه، حضرتك انت داخلالي منهاره. انا عالجتك من الاكتئاب اللي كان عندك يا فندم. هو انت عشان تعالجني من الاكتئاب تنقطني وتدفعني 500 جنيه تجيب لي فيها انهيار عصبي؟ اتاريكوا عايشين في الفشخره اللي انتوا فيها دي. وبعدين انا مش فاهمه علاج ايه اللي انت عالجتهولي؟ شجره الجوافه وشويه الادويه المضروبه دي سيادتك بتسميهم علاج؟ ادويه مضروبه؟ حضرتك انت مش هتفهمي زيي في الادويه وفي الطب. لا انا مش هفهم زيك، انا افهم قدك 100 مره. اوعى تكون فاكرني هبله ولا مجنونه. لا يا دكتور، فوق واصحى. انا زميله وافهم الحركات دي كويس قوي. زميله ازاي يعني؟ يعني دكتوره وفي نفس تخصصك، امراض نفسيه وعصبيه. ومادام حضرتك دكتوره وبتفهمي في الطب احسن مني، جيتي لي ليه عشان تتعالجي؟ مين قال لك اني جايه اتعالج اصلا؟ انا جايه دردش. تدردشي؟ ايوه، صحيت الصبح لقيت مزاجي متعكر حبتين، قلت افك عن نفسي بالكلام مع اي حد. لقيت عيادتك في سكتي، قلت اطلع لك ادردش معاك. تقوم تقول لي 500 جنيه؟ حرام عليك يا راجل، ده انتوا كده هتجننوا الناس اكتر ما هم متجننين. طب خلاص مادام حضرتك يعني زميله واحنا في ساعه صبحيه واستفتاح، ادفعي تدفعي. ساعة استفتاح ايه يا ابو الحاج؟ انت قاعد في عياده ولا فارش في سوق خضار؟ يا مدام نعيمه. اولا انا مش مدام، انا انسه. ثانيا ما اسميش نعيمه، انا هاله السيد احمد الشلشلموني، اساتذه الامراض النفسيه والعصبيه. هاله الشلشلموني، طب القاهره؟ ايوه. يا انت مش واخده بالك مني؟ لا ايه؟ انا رمزي المعجباني، ها فاكره؟ ايه ده؟ دفعتي؟ لا بتهزر. يخرب عقلك، معقوله؟ رمزي تصور والله ما خدش بالي منك خالص، وانا قاعده طول القعده اقول انا شفته فين قبل كده، انا شفته فين قبل كده، مش عارفه افتكر خالص. في الجامعه طبعا. وفين كمان؟ مستشفى العباسيه ده قعدنا سنه امتياز. انت ناسيه ولا ايه؟ سراية المجانين يا كريم. عمال تقول لي العباسيه، قلت كل حته في العباسيه ما عدا سراية المجانين. بس كانت ايام تجنن. لا تجنن بجد مش هزار. ومين بقى يا ستي الدكتور اللي منغص عليك حياتك ده وقرفك قوي كده؟ اسكت، قرفني قرف. دكتور نجاتي ابو العزم. يا ساتر، لا هو من يومه كده على فكره. يعني على فكره انا عايز ابقى اجي ازوركم في المستشفى. ها يا ريت، انا هستناك. مهم جدا لاني عايزه بالمره اعمل لك فحص شامل. والله. ليه؟ لان مفيش اصلا دبانه خالص جوه العياده.
ازاي مفيش دبانه؟ ما كان في دبانه. معلش بس هعالجك، ما تقلقش. تعالى لي بس ومالكش دعوه. يلا ربنا معاك. سلام سلام سلام. هتقلقيني على نفسي ليه؟ سلام. مفيش دبانه ايه؟ ما هي يا ايمن ده كتروا يا ايمن، التتار يا ايمن. صباح الخير يا نوال. صباح الخير يا دكتورة هلا، ايه اللي اخرك كل ده؟ انت ازاي وباي حق تساليني سؤال زي ده؟ لا انا بس اصلا عايزه اقول ما فيش اصل ولا فصل. انت لازم تراعي فارق الاقدميه المهنيه والدرجه العلميه اللي بيني وبينك. مش من اللائق ابدا ان دكتوره حديثه التخرج تتكلم مع استاذتها بالشكل ده. يا دكتورة هلا انا بس كنت ولا عشان عينوكي معايا هنا في اوضه واحده نسيتي خلاص ان انا كنت معيده عليكي يعني استاذتك؟ ما نسيتش يا دكتورة، بس اصل دكتور نجيتي عمال بيسال عليكي من الصبح وقال لي اول ما تيجي لازم تروحي له. طب مش رايحه له يا نوال؟ ايه رايك بقى؟ براحتك يا دكتورة. ما هو اليوم ده اسود من اوله. ايه اللي اخرك كده يا دكتوره هاله؟ كنت عند الدكتور. بمناسبه ايه؟ بمناسبه الكلى. بمناسبه ايه؟ الكلى. جات لي كريزه كلى حضرتك، اضطريت اروح للدكتور. وما بلغتيش المستشفى ليه يا دكتور؟ وانا كنت عارفه اني هتعب. كريزه الكلى جات لي فجاه. برضه تكلمي المستشفى، تبلغي حد من زمايلك عشان نعمل حسابنا، لان دي مش وكاله من غير بوابه. في الكريزه الجايه بقى ان شاء الله. حضرتك بتتمهزقي على كلامي ولا ايه؟ اتفضلي قومي روحي على شغلك، انت متحوله على التحقيق. هتهدني؟ مش هتهدني. عايز تدمرني؟ مش هتقدر ولا هتلحق، لاني هخلص عليك الاول. ايه ده؟ انت هتعملي ايه يا مجنونه؟ هقتلك واخلص الدنيا من شرك واذاك. اي هتفضلي مسهمه ومبرقالي كده؟ دكتوره هاله اتفضلي على شغلك. لحظه واحده، انت النهارده نبطشيه هتباتي في المستشفى. الليله دي مش النبطشيه بتاعتي. انا اللي بحدد مواعيد النبطشيات مش حضرتك. ما حضرتك اللي محدد المواعيد، والليله دي مش النبطشيه بتاعتي. ايه اللي شقلب الامور يعني؟ انا هنا المدير، وانا اللي بحدد وانظم مواعيد العمل حسب ظروف العمل. بعدين انت تفرق معاكي ايه ان انت تباتي هنا ولا في بيتكم؟ ما انت بطولك ولوحدك، انت ولا زوج ولا عيال ولا حد اصلا يسأل عليكي. يا سعادة البيه المدير، اذا كنت سيادتك بتعايرني فانت كمان برضو عايش بطولك، لا زوجة ولا عيل ولا حد خالص برضو يسأل عليك. بعدين انا عندي حاجات اهم بكتير من الزوج والعيال والكلام الفارغ ده. اهم بكتير من الزوج والعيال. زي ايه بقى؟ رسالة الدكتوراه.
سلام، ايه كوميدي قوي كده اللي قلته. ابقى قابلي لي يا دكتوره. هاخدها يا نجاتي وهقابلك. تحب امتى وفين؟ في المشمش. اوكي، ده ميعاد كويس. باي. بقول لك ايه يا ماما، ونايمه ما تعمليش حسابي على العشاء النهارده عشان مش راجعه البيت. اهرب ده ايه يا حبيبتي؟ لا عندي نبطشيه، انا دكتوره وكده وفي مستشفى. ماشي حاضر ماشي، يلا سلام، باي باي. دكتوره هانه. نعم. ممكن ما تزعليش مني، انا مش قصدي خالص اللي انت فهمتيه. خلاص يا نوال، حصل خير. طب ما دام حصل خير ممكن بقى تسمحي لي يعني اعزمك على كوبايه نسكافيه. ماشي، مفيش مانع. بس قولي المتولي يعمله بنفسه. اخر مره طلبت منه نسكافيه خلى واحد من المجانين عمله، حط لي كمون بدل النسكافيه. طب ايه المشكله؟ ده انا جربت المشروب ده طلع حلو قوي. والله. طب يلا خدي، اطلب لنا 2 كمون كافيه. هاي متولي، والنبي عايزه 2 سحله بعد اذنك. ميرسي، بسرعه. نوال، يبقي فكريني يا حبيبتي لما افضى اعمل لك كده كشف على شويه حاجات معينه. يا دكتوره انت شاكه ان في حاجه مش مظبطه فيا؟ ده انا مش شاكه يا ماما، ده انا متاكده. الليمون اللي حضرتك طلبتيه يا دكتور. ميرسي يا متولي. وكان عايزك بقى في ايه الدكتور نجاتي على كل اللي هو عمله ده؟ كان بيستشيرني في بعض الامور الخاصه بالمستشفى، مش عارفه الامور التنظيميه، بيستغل قدراتي فيها، جداول بقى، نبطشيات وحاجات زي كده يعني. قولي يا دكتوره، ما تعرفيش مين اللي معايا النهارده في النبطشيه؟ انا شخصيا. الله، دي هتبقى لينا جنان والله. كله جنان. ياه، الواحد كان نفسه في الليمون ده فعلا. طيب اقدر اعرف من امتى بالظبط اخوك جات له الحاله دي؟ يعني من حوالي شهر كده، من بعد ما رجع من السفر. هو كان مسافر فين؟ كان بقاله 5 سنين في الخليج حضرتك. 5 سنين. طيب اقدر اعرف بيبقى فيه مثلا مقدمات، بيبقى فيه حاجات في الاول قبل ما الحاله دي تظهر عليه او؟ لا خالص يا دكتور، احنا بعدين عادي جدا. ونفاجئ بدون اي مقدمات الحاله دي تجيله. يبقى صعب، يعني صعب جدا حد يسيطر عليه كمان. طيب احنا عموما يا استاذ محمود احنا هنخليه عندنا شويه تحت الفحص ونفحص الحاله وان شاء الله نشوف هنعمل فيها ايه. طب يا دكتور، يعني ايه سبب الحاله دي وهل ليها علاج ولا لا؟ يعني عايز اطمن حضرتك. انا بقول لحضرتك لما احجزه الاول وافحصه. انا مش ممكن اعرف الحاله غير لما احجزه وافحصه. بعت لي الحاله يا دكتور كمال. شرفت يا استاذ محمود. شرفت. شكرا. العفو. هو حضرتك بتشكي من اي حاجه حضرتك؟ لا خالص يا دكتور. طيب اتفضل. سلام. بعت لي الحاله. مع السلامه. حاضر. مع السلامه. اتفضل. 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 اهلا 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 باشمهندس. اهلا وسهلا. دكتور نجاتي ابو العزم مدير المستشفى. اتفضل يا فندم. اتفضل. تشرفنا. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل انت يا دكتور كمال. انا بعد اذن حضرتك انا هفضل معاك. لا ملوش لزوم. اتفضل انت يا دكتور كمال. يلا اتفضل. يا دكتور. اتفضل يا دكتور. بالتوفيق. بالتوفيق. حضرتك اللي بالتوفيق. اهلا باشمهندس. اهلا. اهلا وسهلا. كان الاستاذ محمود اخوك كان قال لي انه حضرتك كنت بتشتغل في الخليج. يا ترى هترجع تاني هناك ولا بتفكر تستقر هنا؟ والله يعني نفسي ارجع بس هستقر هنا. واحتمال كبير اعمل مشروع. عظيم عظيم. ويا ترى مشروعك العظيم ده هتبداه امتى؟ لمجرد ان احوالي تستقر. احوالك الماديه تقصد؟ لا 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 لا، انا احوالي الماديه الحمد لله مستقره. انا اقصد احوالي النفسيه. خير يا استاذ فوزي؟ مالها احوالك النفسيه؟
مش عارف. صدقني انا لو اعرف هقول لك على طول، بس انا فعلا مش عارف. هو في فكره غريبه كده مسيطره عليا، وحاسس انها مش هستريح ولا حالتي تستقر الا لما انفذها. فكرة ايه؟ القتل. سهل. ما قلتليش يا دكتوره ايه موضوع الرساله بتاعتك؟ مبدئيا هي مش رسالة كده عادية زي اللي بيعملها أي حد من الزملاء، لا، ده ابتكار، اختراع، كشف علمي وإنساني واجتماعي في غاية الأهمية والخطورة. مرحلة تحول جوهرية في تاريخ الطب النفسي في مصر والعالم العربي والعالم أجمع. واو، قولي واوين 13. طب انا اتشوقت ان انا اعرف موضوع الرساله. هو رغم ان انا عامله يعني حاله من السريه المطلقه حوالين الموضوع، لكن انا اقدر اقول لك الاطار العام اللي بتدور حواليه الرساله، وهو الدبريشن، الاكتئاب بعيد عنك. الله، خدي بالك انا مش بتكلم عن الاكتئاب العادي اللي ممكن يجي لاي حد، لا، انا بتكلم عن الاكتئاب الجماعي اللي ممكن يصيب مجتمع باكمله، بلد بحالها بكل الناس اللي فيها. موضوع جديد مهم. ازاي جاتلك فكرته؟ من وشوش الناس اللي ماشيين في الشوارع. الناس بقوا ماشيين مبوزين مكشرين زي اللي ماشيين في جنازة، ده غير ان 3/4 ماشيين بيكلموا نفسهم في الشوارع زي اللي عقولهم فوتت، وغير ان بقى مفيش حد فيهم مستحمل التاني على اهيف سبب، يمسكوا في خناق بعض وهتك يا ضرب وشتيمة وبهدلة. راحت فين البسمة الحلوة؟ راحت فين الضحكة اللي من القلب؟ فين الطيبة والسماحة اللي كنا بنتعامل بيها مع بعض؟ فين الجدعنة اللي كانت بتخلي الواحد يعتذر ويتأسف للتاني لما يحس انه غلط فيه؟ كل الحاجات الحلوة دي للأسف راحت مننا وسط الظروف الصعبة اللي احنا بنعيش فيها. كل الحاجات الحلوة تاهت وسط الحزن اللي مالي قلوبنا والهم اللي شايلينه على دماغتنا. على فكرة الكلام اللي أنا بقوله لك ده ظاهرة اجتماعية في غاية الأهمية، لأنه بيؤدي لحاجات في منتهى الخطورة. هي منتهى الخطوره ازاي يعني؟ ما هو الغم والنكد والكآبة لما يزيدوا على الناس مش هيبقوا طايقين غيرهم ولا حتى طايقين نفسهم، وده هيربي جواهم سلوك عدواني جماعي خطير جدا. هيعتدوا على بعض، يضربوا، يحرقوا، يخربوا، ويقتلوا كمان. لازم اقتلك، عارف يعني ايه لازم اقتلك؟ لازم احقق الرغبه اللي جوايا. ارجوك رجعني، يلا موت بقى. لازم اقتلك. ايوه بسرعه، يلا هاي هاي. امسكوه. ايه ده؟ مين دول؟ قول لهم يخرجوا، قول لهم يخرجوا. اتفضل قول لهم. خدوا بره المجنون ده. ايه ده، انت بتضحك عليا؟ بتضحك عليا؟ في دكتور محترم يرجع في كلامه. اوعى سيبني. ايه اللي حصل يا دكتور، انت كويس؟ الحمد لله جت سليمة. انا مش قلت لك ما تقعدش معاه لوحدك، ده حالته خطر. بقول لك ايه، الجدع ده يتحط في اوضه من بتوع الحالات الخاصه، وتخلوا عينكم عليه لانه ممكن يعمل اي حاجه في نفسه. حاضر يا دكتور. وانا بعد شويه هبلغك هنعمل معاه ايه وخطه علاجه هتمشي ازاي. يلا. طيب تأمرني بحاجه تاني؟ شكرا، اتفضل انت دلوقتي. كان هيموتني ابن المجنون. ياه، انا لازم اخد حقنه مهدئه. كان هيموتني. يا ساتر، مجنون ابن مجانين. هو ده اللي أنا بحذر منه في الرسالة بتاعتي، السلوك العدواني والتصرف الإجرامي اللي ممكن يسيطر على الناس نتيجة حالة الاكتئاب الجماعي. المجتمعات كلها بقى عندها أمراض نفسية خطيرة ممكن تقضي علينا كلنا. صراعات عنصرية وعرقية ودينية، ده حتى أبناء الدين الواحد بقى في بينهم صراعات من أبشع ما يمكن.
مع ان ربنا نزل علينا الاديان عشان تعلمنا الرحمه والتسامح والمحبه. فين القيم دي كلها؟ راحت فين؟ ازاي حل محلها القتل والدم والخراب والدمار؟ وكأن العالم ده كله ما بقاش فيه ناس عاقلين يقدروا يوقفوا تيار الجنون الفظيع اللي كلنا بنغرق فيه. الفقر والجهل هم السبب. بس مش هو كل السبب، لان في دول مثلا في اوروبا وامريكا اغنياء جدا وشعوبهم متعلمين كويس جدا جدا، ورغم كده عندهم اكبر نسبة انتحار بسبب مرض الاكتئاب. يعني رغم غناهم وعلمهم لكن عندهم برضو اضطهاد واهدار لحقوق الانسان وعنصرية وتعصب، وعندهم بسم الله ما شاء الله اكتئاب سوبر لوكس على اعلى مستوى. يا اخت نوال، يؤسفني اقولك ان مرض الاكتئاب بقى منتشر جدا وصل الى حد الوباء، وكلنا خايفين او يعني مكسوفين نعترف ان احنا مرضى بالاكتئاب. بس انا في رسالة الدكتوراه بتاعتي هكشف كل الحقائق بالمستندات العلمية والتقارير الدولية الصادرة من منظمة الصحة العالمية، ده غير الابحاث الميدانية اللي انا هعملها على العديد من الناس من مختلف الفئات والمستويات والاعمار. الله، دي رسالة علمية رهيبة بجد. وده الكلام اللي انا عماله اقوله لك من الصبح يا هبله. سوري قصدي يا شابه. طب الحل؟ حل ايه؟ علاج الاكتئاب والمصايب اللي بتيجي من وراه. اقول لك ما تضحكيش. قولي. الضحك. قولي مش هضحك. ما انا بقول لك الضحك هو العلاج الفعال والاكيد للاكتئاب. لو قدرنا نرجع الضحكه الصافيه لقلوب الناس، لو قدرنا نرسم بسمه السعاده والرضا على وشوشهم، هيتعالجوا من كل اعراض الغم والنكد والكآبه. هو ده اللي انا بحلم بيه، هو ده اللي نفسي احققه. نفسي اشوف الناس بتضحك والمح البسمه في عيونهم. نفسي كل الناس دي تفرح فرحه تملأ قلوبهم. نفسي اداوي كل جرح يكون ألمهم، وبايديا وفي عينيا اشيل هموم. انا كل همي وكل حلمي اشوف تملي الناس بتضحك. ليه يا ناس الناس حزينه؟ في كل نجع كل كفر في المدينه الاسى ساكن قلوبهم والزمن خيب املهم. نفسي ابيع عمري وروحي واشتري لهم بسمه حلوه ولا ضحكه باللي رقهم. انا كل همي وكل حلمي اشوف تملي الناس بتضحك. فين قولولي الضحك راح؟ وفين ليالينا الملاح؟ ليه ضاع ما بينا نور الامل وبقينا عايشين للجراح؟ بحلم اغني للمنى واشرب معاكوا كاس الهنا ونعيش في فرحه نحلم ببكره، ومهما طال الليل علينا اكيد هيجي نور الصباح ونشوف تملي الناس بتضحك بتضحك بتضحك.